السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نوجدوا الريوس مبخرين مع الخضرة مبخرة حتى هي. طريقة سهلة بسيطة بالزربة كيوجد والنتيجة زوينة بزاف. الريوس يكونوا صغار على هذا الشكل، وعندنا غسلناهم مزيان بطبيعة الحال، حكيناهم مزيان، يعني يعني كيتنقاو مزيان مزيان، يتغسلوا مزيان، نخبطوهم مزيان حتى ما تبقى فيهم حتى شي حاجه، يعني مغسولين نقيين هما هادوك ناضين. والطريقه سهله بزربه، كنوجدوهم غير كيبغيو شويه الوقت، شويه ديال الطياب ضروري. كناخدو كنرشوهم هكا بمليحه والابزار، كنرشوهم من الداخل ومن برا هكا بالملح والابزار. على هاد الشكل طريقه سهله وبسيطه، ولكن النتيجه زوينه بزاف، كيجيو البنان وخفاف زوينين. عندي بصله خضاريه قطعتها حتى هي، قطعتها غير عشوائي صافي، وبحال هكا نعمر بها دوك البلايص اللي خاوين، وكتعطيهم يعني كتعطيهم مذاق زوين. ضروري نديرو بصله واخا تكون غير عاديه، لما كانتش خضاريه نديرو غير بصله عاديه نقطعوها ونضيفوها معاهم في الاول. هي راكم عارفين البصله كتذوب، ولكن تتنسمهم، تعطيهم مذاق زوين. كناخدو هكا الكوكوط، كندير فيها الماء القياس اللي غادي يطيب لينا. وغادي نحطو هكا الكسكاس، وغادي نحط واحد على واحد، كل واحد مع خوه، كل واحد مع النص ديالو. صافي، وغادي نضيفو البصله اللي بقات على حساب الكميه اللي درتو. كنضيف كذلك من الفوق صافي، وكنسد عليهم، كيبغيو شويه الوقت باش يطيبوا مزيان. رشيتهم كذلك بالملح من الفوق صافي، وغادي نسد عليهم الكوكوط ونخليهم يطيبوا، ومن بعد غادي نرجع معكم. عندي المخ ديالهم اللي خديته شللته حتى هو بالماء، ودرتو هكا في الطاجين. غادي نضيف ليه شويه ديال الماء، تقريبا واحد نص كاس، وشويه ديال الملحه، وغادي نشعل عليه ونخليه حتى كي يقرب ينشف من الماء. ماشي كنسد عليه بزاف، كنخلي الطاجين شويه مبسم. من بعد ما نشف يعني ماشي نشف بزاف، تقريبا بقى فيه واحد شويه، وقطعته على هذا الشكل. وغادي نبدا نضيف ليه دابا في التوابل. غادي نضيف البصله، قطعت كميه من البصله كتيره، بصله خضاريه زوينه صراحه، كتجي مع اي حاجه. درت كميه كتيره، شويه ديال الابزار، وشويه ديال يعني الملح راه درناها في الاول. عندي غير جوج فصوص ديال الثوم، غير ضغطت عليهم، ماشي حكيتهم، غير ضغطت عليهم. وحاولوا ما تحركوش، يعني باش ما يتشتتش ليكم ويخسر ليكم، بحال غير تنقيسوه هكا بالمعلقه وصافي.
عندي الخضره اللي غادي نضيفها لهادوك الريوس، قطعتهم على هاد الشكل، يعني بطاطا والخيزو، الكميه على حساب الاشخاص. بالنسبه للمخ ضفت عليه الزيت النباتيه، وحكيت حبه من الطماطم غادي نضيفها من الفوق. صراحه كيجي زوين بزاف بهاد الطريقه. غادي نضيف شويه ديال الخرقوم، ونضيف شويه ديال التحميره. كيف قلت لكم غير ما تحركوهش بزاف باش ما يخسرش لكم، بحال غير شويه كنقيسو غير على هاد الطريقه بالمعلقه صافي، باش كيبقى مجموع لينا ما يتشتتش، حيت هو حساس بزاف. وكنخليوه هكا مبسم لينا، ماشي كنسدو عليه، والعافيه على خاطرو. صافي هنايا راه طاب ليا. غادي ندير شويه المعدنوس. كيف كتشوفوا الريوس حتى هما طابوا، غادي نضيف عليهم. الا حليتو ولقيتوهم مازال خاصهم طيب، تقدروا تعاودوا تسدوا عليهم، تخليو حتى يطيبوا مزيان، حيت الخضره بالزربه كطيب. صافي هنا راه نشف ليا، طاب. صراحه كيجي زوين بزاف ولذيذ بزاف. هنايا ضفت الخضره وضفت بصله. واخر حاجه صافي هنا غادي نطفي عليه، ضفت شويه ديال الكمون صافي، وغادي نطفي عليه. صافي سديت على الخضره، طابت دغيا كطيب بالزربه كطيب. هذه هي النتيجه، مازال داكشي سخون. كتقدموه كيف ما بغيتو. نتمنى يعجبكم. صراحه الطويجين جايه سلام، لذيذ 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 بزاف. نتمنى تجربوا هاد الطريقه وتعجبكم كذلك. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. تلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.